بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم الحباب؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. شوفوا لي هذه المقارونه بلا صوص الخطيره هذه على طريقه المطاعم، تحفه تحفه. راح تجوعي وانتي تشوفي فيها وتنوضي توجديها. نتمنى ديروا لي لايك للفيديو، ولا كان اول مره تشوفي القناه انزلي شويه لتحت وفعلي الجرس واعملي اشتراك هكا باه يوصلك كل جديد يا زينه. هيا معايا نوريلك الطريقه تاع هذه التحفه، وعلى بالي بلي من اليوم راح تولي غير تعتمدي هذه الوصفه. نجيبوا القدره تاعنا، نحطو فيها شويه زيت، ونزيدو لها شويه زبده ولا سمن اختياري. بعد ما نكونوا قطعنا البصل تاعنا حنقطعوه مربعات ولا نربيوه في لاغاب. درت حبه بصل وربع سنينات ولا 5 تاع الثوم، قليهم مليح هذيك البصله تاعنا في هذاك الزيت، خليوها تتقلى مليح. ونبقاو نحركو فيها حتى تدبال هذاك البصل يدبال. بعدها راح نجيبو طماطم مصبره، ملعقه تاع طماطم مصبره نزيدوها لهذاك البصل. من الاحسن الطماطم نقليوها مع البصل والزيت باش تروح لها هذيك الحموضه تاعها. نكملو نقليو هذيك الطماطم مليح. كي تتقلى لنا الطماطم راح نزيدو ورقات رند يعطينا بنة هذيك لاصوص. الرند ضروري يا البنات، زيدوا ورقات رند. زدت لهم طماطم، 2 حبات طماطم تاع الحب مغسولين ومقشرين ومربيين، ضيفوهم مع داك البصل. اللي يحب هاد الصلصه تاعو تجي حاره يزيد لها مغرفه تاع هريسه، اللي يحبها ماشي حاره يخليها كيما راهي. نزيدو لها لي زيبيس، عندنا فلفل اسود، ملح، ملعقه ملح صغيره، زدت لها زعيتره. انا عندي زعيتره مرحيه، اللي ما عندوش ما يديرهاش، بصح اللي عنده من الاحسن يديرها على خاطر راح تعطي بنه. ما نوصفها لكمش. خلطت كل المكونات وزدت ضفت لهم مغرفة حمار حلو باه تجي لاصوص حمراء وباهية. خلطوا بهذا الشكل. وصفة سهلة وبسيطة وبالخف توجد. ديجا راهي تقريبا واجدة. بعد ما يتقلاو كل المكونات راح نمرقو بالماء،
لكن ضروري يا البنات نقليوها مليح حتى تذوب هذيك البصل خلاص بهذه الطريقه اللي راكم تشاهدوا فيها. بعدها كما قلت لكم راح نجيب الماء، صب لها كميه من الماء، مانيش راح نحط لها بزاف الماء. نحركوها نغطيوها ونخليوها تغلي في عقلها. من جهه واحده اخرى راح نجيب البرمه تاعي اللي كنت حاطه فيها الماء يغلي، حط لها مغرفه زيت، مغرفه ملح، اللي تحب تحط وريقه رند تاني تحط الرند في الماء. وكي نشوفوا الماء بدا يغلي راح نفرغ عليه المقارونه تاعي. مقارونه راهي اختياريه الشكل اللي عندك ديريه. انا نفضل هذا النوع من العجائن، نفضل هذه اللي تجي طويله هكا تبقى حاكمه روحها من بعد كي طيب ما تطلقش روحها وتعجن. صبوا المقارونه تاعنا في الماء، هاو النوع اللي قلت لكم عليه، خليوها تغلي. ونروح نشوفوا الصلصه تاعنا. الصلصه تاعنا راهي واجده يا البنات. بعد ما اختارت المرقه هذيك شوفوا كيفاه جات، شوفوا هذاك المنظر، شوفوا ديك لاصوص العزيزه. نصفيو المقارونه بعد ما تكون طابت. ما تخليوهاش تطول في الطياب تاعها باه ما تطيحش. حتى 10 دقائق هكاك تغلي، طفيو عليها، صفيوها في الكسكاس. هاي كيفاش طيب. نجيبوا المقارونه تاعنا نحطوها في لاصوص اللي طيبناها اللي كنا وجدناها قبل مع بعضنا. انا درت شكاره تاع 500 غرام تاع مقارونه في هذه الكميه تاع لاصوص. حركي مليح. هذاك المرق اللي يبقى فيه خليها تزيد تشربو مليح. والنار راهي شاعله، راني مشعله عليها النار دليله. كيما تهز الغليه شويه برك وطفيو عليها. شوفوا يا البنات راح تزيد تشرب مليح هذيك لاصوص، تشربها تدخل فيها. انا الحق تعجبني هذه المقارونه، نحبها بلا دجاج بلا لحم بلا سمك. جربتها بكل هذه الطرق ما عجبنيش الطعم تاعها صراحه. نشتيها بهذه الطريقه ما فيها والو، تجي بنينه ولا اروع. جربوها يا البنات، راهي في دقيقه توجد. شوفوا بعد ما تشربت هذيك الصلصه تاعها، شوفوا داك اللون.
شوفوا لي هذاك المنظر. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتسلككم في وقت حصلاتكم، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. ومع السلامه في وصفات قادمه.